تعالوا بقى اقول لكم عملنا الطبق الجميل الحلو قوي 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 اللذيذ اللي مش مكلف، اللي هو من اقل حاجه عندك في البيت. تعالوا نشوف عملناها ازاي ويلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اكله سريعه خفيفه لطيفه مش مكلفه، ممكن تنفع غدا وممكن تنفع عشاء، وممكن تنفع مقبلات، وكمان تنفع في السحور. انا معايا هنا حله فيها ميه سخنه، حاطه فيها معلقه ملح، حاطه فيها معلقه صغيره خل علشان ما تسودش الحله معايا اهو زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. ومعايا حوالي الكميه اللي انت عايزاها بقى بطاطس مقطعه كده كارو كده، مقطعه كارو، هنسلقها قد ايه؟ هنسلقها 3 دقايق في الميه المغليه، وهنطلعها وهنشوف هنعمل فيها ايه. هتنفع مقبلات، هتنفع للسحور، هتبقى جميله قوي في السحور ان شاء الله، وتنفع غدا، تنفع فطار، يعني طبق جانبي جنب الاكل. المهم هي اكله لطيفه مفيش اي حاجه جنبها، هي كده هتبقى كفايه، وبالعيش وشويه مخلل جنبها وتبقى تمام وزي الفل. سخنه. هنزل بالبطاطس هتغلي 3 دقايق بعد الغليان وهطلعها على طول. تمام. على حسب ما انتي عايزه، انا هسيبها كده تغلي لمده 3 دقايق بعد الغليان واطلعها ونشوف هنعمل فيها ايه. تمام كده، عدى حوالي 3 دقايق. شايفين لسه ناشفه، انا عايزاها كده لان لسه هتستوي في الزيت. تمام. اطلعها بقى كده، طبق جميل، وتيجي تغلي شايفين مفيش اي لون في الحله يضايق. وهي سخنه كده البطاطس هنزل بشويه زيت احمر البطاطس دي، بس احنا بنديها السلقه الاولانيه دي عشان تحتفظ بقوامها. الناس اللي بتروح تاكل في المطاعم هي عارفه كويس. السلطه دي اسمها سلطه لبناني، بتتعمل في المطاعم وبتنطلب مخصوص. السلطه اللبناني بتتعمل وبتنطلب مقبلات جنب الاكل. يلا الزيت سخن والبطاطس سخنه، نحمرها بقى ونرجع لكم تاني. ليه احنا سويناها 3-4 دقايق؟ لان هي بتاخد سواها في القليه، فمش لازم تستوي كتير، وكمان انا عايزاها تبقى لها شخصيه، يعني ما تبقاش مهريه. طلع كده على جنب عشان ما اوسخش الفرن كتير. وخلاص كده حمرنا البطاطس كده، عطيناها اللون الجولد الذهبي الجميل. شايفين بتخرمش اهي. عايزين بقى هنجيب بوله، ومعايا هنا البقدونس والشبت هنزل بيهم كده، مش لازم كل الكميه. وهنزل بقى بكل المكونات اللي عندي. ومعانا هنا قرن فلفل كوبي مع 1 سبايسي، والبهارات بتاعتنا بابريكا، كمون، فلفل، بصل باودر، توم باودر، بس كده فقط. خلي بالكم ان التوم الباودر ما تعملوش منه كتير وانتوا بتخزنوا، علشان بينشف وبيتجمد كده. شايفين؟ نقلب بقى كل الحاجات الحلوه دي وننزل عليهم بمعلقتين خل. طبعا هنزل عليهم بمعلقه ملح، واقلب كل الخلطه الرهيبه العسل اللي هتودي البطاطس في حته تانية خالص، طعم وشكل وريحه. نجيب الطبق بتاعنا كده وننزل
بالخلطة العسل دي. الله، ريحة الشبت مع البطاطس مع الخل والبقدونس مش عايزة اقول لكم دي شكلها ايه. ده طبق رهيب رهيب رهيب، مشبع وجميل وحلو قوي. نظبط طبقنا كده. ايه رأيكم بقى في الطبق الجميل ده؟ ايه رأيكم بجد في الطبق الحلو ده؟ حاجة كده والله يتاكل اكل. هاتي بقى رغيف عيش وهو سخن كده وانزلي عليه. طيب معايا كمان كده، انا بحب قوي الفلفل المقلي كده. الله، طبعا ده فلفل حامي، اللي حابب يعمله، اللي مش حابب ما يعملوش. تمام. حاجة كده طبق في منتهى الجمال والطعامة وحلو جدا. زي ما انتم شايفين كده. جنب اي حاجة بقى، الطبق ده جنب اي حاجة. ممكن ملوخية، لو عاملة طبق ملوخية وتعملي جنبها الطبق ده. ممكن في عزومة يبقى مقبلات. ممكن مع طبق كبدة حلو محترم. صدق بقى، اي حاجة هو الطبق ده اساسي. واترككم في رعاية الله وامنه. كنتم معكم شاهين سالم من مطبخ شاهي سالم، ولا تنسونا باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.